مرحبا عمي ابو عصام، انا جاي لعندك بموضوع ما بدي اي واحد يدرى فيه. اليوم الساعة 2 بالليل اجت لعندي شريفة. مين؟ المهم بلا طول سيرة اعطتني 4 ليرات وقالت لي بدي اياك تغسيلي ابو شهاب. ليش ما بعرف. شو عم تحكي انت لك عمي؟ ايه والله، وقالت لي كمان بس تغسيل الك قدن على مرتين. هذا الحكي اللي صار يا عمي ابو عصام. ايه وانا يا عمي ابو عصام الصراحة محتار ومالي عرفان شو بدي اعمل. اسكت ولا اروح ولا شو اعمل؟ عمي، انت متأكد؟ شو متأكد عمي ابو عصام؟ لو مالي متأكد بيجي لعندك. متأكد عم اقول لك اجت لعندي على البيت اجت. متأكد 100%. أكد منيح هيك جوات نفسك يعني. عمي ابو عصام والله متأكد، حتى بالعلامة قالت لي على السريع افتح لي الباب خليني فوت قبل ما يشوفني ابو شهاب. وانا ما بعرف شو اتلبكت فوتك. يا لطيف، يا عمي ابو عصام رضيت دخلها مع انه لازم ما كنت ادخلها. كل هالشي عملته كرمال وجهك الطيب وكرمال خالتي ام عصام، مشان ما حدا يدرى فوتها لجوا على السريع، مشان ما حدا يشوفها بزقاق واقفه قدام الباب. ما قصرت. لا يا عمي ابو عصام والله لعيونك، انا ما انا كمان من اهل الحاره. اوعى عمي تفتح الباب لاي مكان ها. لا يا عمي ابو عصام لا، هون حفرنا وهون طمرنا. اعتبر القصه منتهيه. حتى لو كان ابو شهاب ذات نفسه بالليل اوعى تفتح. الله لا يجيبه يا عمي ابو عصام، انا ناقص يجيني ابو شهاب عاملني مراجل على الفاضي، بس يسحب لي بالسكاكين مو متشاطر لي غير على ابو النار ويضرب فيك اليوم بوجهه. هاي ربضاي بتعرف تحكي يا رصاصيص. انا ابضاي من يومي غصبا عنك وعن سكينتك اللي شاككها ببطنك. الحس رجلي يا زبالة الزعيم. السلام عليكم. عم نقول السلام عليكم. شو ابو بشير شو بدك؟ انا بعرف انك زعلان مني. وانت شو رايك ابو بشير؟ انت وابنك حاطين لي لحم جرادين بقلب العجينه وجاي بدك ياني ما ازعل منك؟ شو رايك قوم حب على راسك او راس ابنك كمان؟ لا ما عم تزعل، والله انا وشي اسود منك. لا ما احلاك يكون وشك ابيض كمان. وشك اسود من يومه، من يوم ما انت وابنك صرتوا تغشوا العجينه. استحي لك ابو بشير استحي، صرت زلمه كبير ومن اعضاء الحاره. انا جاي هلا استعذر منك. عذرك مو مقبول، عذرك مو مقبول ابو بشير. لو بتجيب لي جهات كل حارات الشام. انت وابنك صايرين نصابين. عليم الله بهدلته للولد وقتلته، عيب علينا. يلي سواه ما بنقبله الغريب. ما بتقبلوا للغريب وبتقبلوا لابن حارتك؟ عم تطعمني لحم كلاب لك ابو بشير انت وابنك؟ والله واللي اسمه الله ورفع السماء وبسط الارض لفرجيك انت وابنك بشير يا ابو بشير. بكل حال انا الها ورقبتي سداده. بدك سداده ما هيك قلت لي؟ انا غير بالفرن ما راح ارضى تعويض على اللي عملتوه فيه. وغير هالكلام ما عندي يا ابو بشير، دبر حالك. غير هالكلام ما عندي. راس ابني تحت صباطه. والله لو تحط راسك تحت صرمايتي ما راح اقبل. بقى درمل من هون وحسسوا على راسكم انت وابنك مني من هون ورايح ما راح يحصل. طيب يلا درمل لشو؟